طبعا انت منتظر تسمع من الهيئة ديت انهم جول الساعة 2 بالليل كسروا عليا الباب، ارعبوا اهلي وافزعوا عيالي وخدوني وغموني، واتنين مخبرين ايديهم تقيلة وحطوني في اوضه لوحدي ودلقوا عليا ميه ساقعه ومنعوني من الصلاه ومنعوني من القران وحطوني على العروسه وكهربوني ولبسوني قضيه انا ما عملتش فيها حاجه. وطبعا كل ده مما تسمعه في الإعلام الكاذب المشوه للأمن، ومما تسمعه على يد الإخوان والجماعات التكفيرية. والذي أقوله هو شهادة لله ما حدث معي بالفعل في أكثر من مكان في أمن الدولة. بيتم استدعائك سواء كان عن طريق التليفون أو حتى خدوك من كمين. يعني أنت مع الأكمنة؟ أيوة مع الكمين، لأن لو كمين الشرطة ده مش موجود هيكون موجود مكانه كمين داعش، كمين الإخوان. الكمين ده آخر حاجة عندهم هياخدونا 24 ساعة تحري وخلاص انتهى الأمر. لكن التانيين هياخدوا مني عربيتي، هياخدوا مني أموالي، هياخدوا مني رقبتي وروحي. بتدخل مقر أمن الدولة بكل أدب وبكل احترام، بتسلم تليفونك في غرفة الانتظار، بتصلي، بتقرأ في المصاحف، بتطلع للمسؤول. كلما كان المسؤول أعلى رتبة كلما كان أعلى أخلاقا. بيسألك بتسمع لمين؟ لفلان ولفلان. بتقرأ لمين؟ لفلان ولفلان. منهجك إيه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. طيب إيه رأيك في المسائل الفلانية؟ كذا وكذا وكذا. خلاص انتهى الأمر، اتفضل بكل أدب وبكل احترام. طبعا يا إخواني هم لازم يعملوا الكلام ده، لأن نفس الشكل ونفس الهيئة كان بيدخل عليه بالحزام الناسف وبالسيارة المفخخة، والدماغ نفسها أصلا مفخخة تكفير وتفجير للرئيس وللدولة وللجيش وللشرطة ولكل من عاونهم. طيب أنت بتقول الكلام ده، أنت عميل للدولة. أيوة أنا عميل لدولتي، لا أقبل مخربا في دولتي لا بفكر ولا بعمل، ولو رأيت مخربا لأبلغت عنه الجهات المختصة. نعم هذه عقيدتي وأعتز بها، التي ورثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا إخواني الناس كانت في الميادين أيام مبارك، وأهل السنة كانوا على المنابر يحذرون الناس من الخروج على الحكام. أهل السنة جالهم تهديدات إن السيارة بتاعتهم هتتقلب في البحر، إن ممكن يطخوا بالنار على المنابر، ومع ذلك ثبتوا وصمدوا، لأن هذه عقيدة لا يجاملون بها أحد. فنحافظ على دولتنا ولا نجامل بديننا. أنا بقبل إنك أنت ما تكونش متوافق مع فكري خالص وليك فكرك، أنا هقبله بشرط إنك تعيش في وسطينا من غير ما تأذينا، من غير ما تروح تقطع برج كهرباء، من غير ما تروح تدمر حاجة. بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح كده. عيش في وسطينا بفكرك، انت حر، اعتقد ما شئت، انت حر، لكن اوعى تخلي اعتقادك ده يتحول لتدمير الدولة ديت. نحن لن نسمح لك.